بسم الله ما شاء الله. ربنا بيوعدنا برؤساء نادي للزمالك ورؤساء لجان ثلاثيه للزمالك واي حد مسؤول كبير في نادي الزمالك بيوعدنا بيه يكون يعني يتسبب لنا في ازمه ومصيبه كونيه ويمشي، يعمل لنا نوش ويخرب حاجه جديده ويخلع. والله حتى لو ما بيخربش، ده لمجرد انه بيطلع يقول تصريح الدنيا بتقوم ما تقعدش. ربنا غضبان على نادي الزمالك ده غضب، ولكن انا جايب لك السبب الاكبر والاهم، ان نادي الزمالك ده المفروض يقفل بكره. بكره يقفل، ويقفل النهارده بالليل كمان، عشان كده هيبقى مطول قوي. عزيزي المشاهد، كارثه سودة وبلوى جديده في نادي الزمالك، حرفيا بلوى سودة جديده وشنكيحه وخيبه جديده في نادي الزمالك. وهنتكلم عن معاندة اتحاد الكرة للنادي الاهلي والاستمرار في العناد والتحكم في الرأي في حاجة غلط ضد النادي الاهلي. تحس ان اتحاد الكرة معمول علشان يبيض على النادي الاهلي بس. والله انا ما مشجع اهلاوي، والله العظيم الحظ ما حلفنيش وكنت مشجع اهلاوي، ربنا اراد ان انا ما بقاش اهلاوي. ولكن عزيزي المشاهد، اللي بيحصل على الساحة الرياضية ده كتير وظلم باين للنادي الاهلي وفجور مبالغ فيه لنادي الزمالك، مش طبيعي. المهم عزيزي المشاهد، هنتكلم عن ظلم اتحاد الكرة للنادي الاهلي ورد النادي الاهلي الناري عليه. رد ناري من النادي الاهلي من ابو ناهية على اتحاد الكرة في موضوع الاربع لعيبة اللي المنتخب عايزهم للمعسكر للمباراة الفاتشة اللي هو هيلعبها، وهو عنده مباراة سوبر افريقي، مباراة ببطولة. عزيزي المشاهد، رد ناري من النادي الاهلي على اتحاد الكرة وعرض مارسيل كولر من السعودية، عرض سعودي لمارسيل كولر، ويرفض مارسيل كولر عرض السعودية علشان يكون باقي مع النادي الاهلي ويطلع وكيل اعماله ويتكلم في الموضوع ده. ولكن اتقل هنقول كل حاجة تفاصيلها جوه الفيديو. عزيزي المشاهد، ركز في اللي هقوله لك، وهو وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه دي يا فندم. هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تظرف لايك على الفيديو ده، وانتوا عارفين ان اللايكات هنا بتتظرف مش بتتعمل، احنا بنظرف لايك. عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، ليكم خبر عندي، يعني اعتقد ان هو انتوا بتحبوا الموضوع ده. مش هقول لك بقى هيفرحكم خبر مش عارف ايه، ولكن لا هو حاجه انتوا بتحبوها. النهارده على الفيديو اللي حضرتك بتتفرج عليه ده، انا هرد على كل الكومنتات اللي هتتكتب. اي كومنت هيتكتب هقعد طول اليوم ماسك كده الموبايل، وواحد مثلا يقول ازيك يا ابو الجروح، اقول له ازيك يا روح قلب ابو الجروح كده. عامل ايه يا ابو الجروح، اقول له انا فل الفل يا حبيب قلب فخدة رجلي كده، يعني نحب في بعض شويه. ايه رايك يا ابو الجروح في كذا كذا، اقول له والله انا رايي ان كذا كذا ده زي الفل. فانا معاكم طول اليوم برد على الكومنتات على الفيديو بتاع النهارده ده، واتمنى ان احنا نوصل الفيديو بتاع النهارده لعدد لا بأس منه من اللايكات. واتمنى ان اخواتي يدعموني، والناس اللي بتقول ان الاشعارات ما بتجيلهمش، ده بسبب ان حضرتك ان انا غبت فترة كبيرة فالاشعارات بطلت تروح لحضرتك. اتمنى ان انت تفعل زرار الجرس، ولو انت اوريدي مفعله تروح تلغي تفعيل زرار الجرس وتعمله تاني عشان يجيلك اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. واتمنى ان انت تشترك في القناه لو مش مشترك، وركز معايا علشان نتكلم في تفاصيل التفاصيل، علشان احنا طولنا قوي في البقين دول. عزيزي المشاهد، الضرايب المصريه على نادي الزمالك بقيمه مليار و200 مليون، مليار و200 مليون ضرايب يا مؤمن، مليار و200 مليون ضرايب على نادي الزمالك. الزمالك ما بيدفعش ضرايب من ايام الهكسوس، من ايام الهكسوس الزمالك بطل يدفع ضرايب، فبقى عليه مليار و200 مليون. لك ان تتخيل ان المليار 1000 مليون، يعني عليه 1000 مليون، عليه 1200 مليون. فاهم انت؟ متخيل؟ يا نهار اسود، انت متخيل لو كل سنه بيبقى عليه 2 مليون ضرايب او 3 مليون ضرايب؟ هو بقاله كام سنه ما بيدفعش؟
انت متخيل الزمالك ما بيدفعش من امتى؟ ما بيدفعش من ايام السحتوت، من ايام ما كان في توت توت تعالى سحتوت، ما بيدفعش من ايامها. يا نهار اسود، مليار و200. يطلع رئيس اللجنه الثلاثيه الاستاذ عماد البناني ويقول لك ايه، والله الزمالك كان عليه مليار و200 مليون، واحنا يعني تكلمت انا مع الضرايب والناس المسؤولين ونزل لهم ل 40 مليون. ايه؟ نزلتهم ل 40 مليون؟ مليار و200 ل 40 مليون ليه؟ لاقي فلوسه في الشارع الضرايب. ايه؟ من مليار و200 ل 40 مليون. عارف زي ما يكون عليك فلوس لواحد، زي ما يكون انت مديون لواحد ب 1000 جنيه ويجي يقول لك انا مش عايزهم، اديني انت بس منهم 10 جنيه وانا هتبسط قوي. يا ابني انت ليك 1000، ليك 1000 جنيه، عايز منهم 10 جنيه وهتتبسط؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ما مش طبيعي. يعني ايه الراجل قاعد تفاوض معاهم ونزل المبلغ من مليار و200 مليون ل 40 مليون بس؟ عشان تستوعب الرقم، المليار ده 1000 مليون. 1000 مليون. هنجيب مليون نحطهم جنب بعض، مليون 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 لحد ما يعملوا 1000 مليون، 1000 رزمة مليون، وكمان معاهم 200. هو بقى الضرايب نزلتهم ل 40 مليون بس. ازاي؟ رجع لقى الموضوع بقى ان هو كده ايه، عرف كل الناس ان في حاجه غلط. قام جاي طلع تاني قال لك ايه، لا معلش يا جماعه ده هم 400 مليون. يا اخي 400 مليون ايه؟ ده برضه ما يجيش تلت الرقم اللي علينا. يعني الضرايب لو عايزه تشيل لنا حاجه هتشيل لنا 200 مليون مثلا فوق المليار، فيبقى علينا مليار بس بدل مليار و200 مليون. المهم، ده ان دل على شيء يدل على ان في حاجه اشمعنى الزمالك اللي ما بيدفعش ضرايب، واشمعنى الزمالك اللي بيطبطب عليه، واشمعنى الزمالك اللي بيتعمل له كل حاجه من الحاجات دي؟ الزمالك ده بيفكرني بالابن الفاسد البايظ اللي اهله بيدلعوه، بيفضلوا يدلعوه يمكن يبقى حاجه، وهو في الاخر برضه ما بيعملش حاجه مفيده، وستيل هو بايظ وفاسد وما بينفعنيش بشيء، ولكن كل الناس احنا نقف معاه. يا حبيبي، انا كزملكاوي يأست وجبت اخر من الزمالك ده. والله العظيم لازم يتقفل، لازم يتقفل ويتبني مكانه نادي جديد بعقليات جديده، باداريين جداد، بلاعيبه جداد. بدي زيزو للاهلي يا عم مش عايزينه. بص، يحصل نادي جديد. نادي الزمالك ده لازم يتفور علشان يطلع مكانه نادي نظيف وكويس يقدر ينافس باحترام. عزيزي المشاهد، ما بالك الراجل ده مديون للضرايب بمليار و200، ومديون لاتحاد الكرة ب 100 مليون، ومديون للكاف ب 80 مليون، والخالد ابو طيب مش عارف بكام مليون، والقضايا اللي عليه مش عارف بكام، وسبورتنج لشبونه ليها مش عارف كام مليون دولار. يا نهار اسود، النادي ده فاتح ليه؟ النادي ده عليه فوق ال10 مليار جنيه. النادي ده عليه مديونيه فوق ال10 مليار جنيه، ثروه كونيه. النادي ده بقى فاتح ليه؟ والله العظيم فاتح ليه؟ وبيضم لعيبه وبيودي لعيبه ويلعب بطولات، واللي يتكلم ويخاطب اتحاد الكوره ويخاطب الفيفا ويخاطب بتخاطب ادفع اللي عليكم ابقى خاطب، بلا قرف. المهم، نيجي لتاني موضوع معانا النهارده، وهو مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي العظيم، اللي جاله عرض من السعوديه بمبلغ هلامي ورفضه من اجل عيون النادي الاهلي. رفضه علشان الراجل ده عارف كويس جدا ان البطولات والالقاب والاسم اللي بيعمله في النادي الاهلي مش هيعمله في اي حته تانيه. وده الميزه في النادي الاهلي، هي دي الميزه وده الاوبشن اللي موجود في النادي الاهلي. كفايه يا اخي، يا اخي كفايه البطولات اللي هو خدها. المهم، طلع مدير اعماله وقال لك انا اول مره اشوف مارسيل كولر في هذا الحاله من السلام النفسي والارتياح والانبساط. الراجل مبسوط لمجرد كونه موجود في النادي الاهلي، فهيمشي ليه؟ هيمشي ليه؟ الراجل بيحقق اللي اي مدير فني كبير بيحلم بيه. اي مدير فني كبير بيحلم بيه. عزيزي المشاهد، اخر موضوع معانا النهارده وهو اتحاد الكوره. اتحاد الكوره والحاجات اللي بيبيض فيها على النادي الاهلي، زي اللعيبه اللي هو مصر ياخدهم لمعسكر المنتخب، والنادي الاهلي عنده نهائي سوبر افريقي يوم 15.
المفروض يتلعب، وهو عايز لعيبته عشان في معسكر للمنتخب، عشان في كام مباراه وديه كده محتاجين نلعبهم، كام مباراه تحصيل حاصل محتاجين نلعبهم، كام مباراه ما لهمش لازمه كده محتاجين نلعبهم. فاحنا عايزين 4 لعيبه من الاهلي. عزيز المشاهد من ضمنهم الشناوي مثلا يعني. المهم عزيز المشاهد، عايز اقول لحضرتك ان رد الاهلي الناري على الموضوع ده خلال ال 48 ساعه الجايين، ان حتى لو راحوا النادي الاهلي ما يقدرش يمنع اللعيبه ان هم يروحوا، عشان لو ما راحوش هيتوقفوا، اتحاد الكره يقدر يوقفهم. عايز اقول لحضرتك ان لو راحوا النادي الاهلي بعد كده هيخاطب الاتحاد الكره ويقول لهم انا لعيبتي مش هتروح الا في الاجنده الدوليه. وعايز اقول لحضرتك يعني اي مباريات غير الاجنده الدوليه، اي معسكرات بره الاجنده الدوليه، الاهلي مش هيبعت لعيبته، وده من حق النادي الاهلي. فتهاودوا شويه مع النادي، كانه يا عم الزمالك وعليه مليار و200 ومليون ضرايب، تهاودوا معايا، تهاودوا شويه معاه. الراجل هو ده اللي عامل لنا اسم بره البلد دي، هو اللي عامل لنا سمعه طيبه بره، ما تضيعوش من ايدينا، ابوس ايديكم. ايه ده؟ عزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي ما تنساش ان انا طول اليوم قاعد برد على الكومنتات اللي هتيجي على الفيديو ده، وما تنساش تعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 او 5000 لايك، اتمنى ان احنا نوصل للعدد ده، وشيره في كل مكان، ويا ريت تفعلوا زرار الجرس. انا عارف ان في ناس كتير جدا بتكمل الفيديو للاخر، ولو انت من الناس اللي انا بعشقها دي وطلبت عينيا، انزل اطلب مني اي طلب في الكومنتات، قول لي انا اتفرجت على الفيديو للاخر لا بالجروح، وانا عاوز منك 1 2 3، وانا مش هتاخر عليك لحظه صدقني، ولكن اطلب طلب يبقى في ايدي يعني اقدر اعمله لك. المهم اتمنى ان انتوا تفعلوا زرار الجرس تاني، لو انتم مفعلينه اولاني تلغوا التفعيل وتفعلوه عشان يوصلاتكم الاشعارات الجديده، عشان انا بقالي فتره غايب. واتمنى ان انتوا لو مش مفعلينه اصلا تفعلوا زرار الجرس وتشتركوا في القناه. كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.